اللي وقع هو جينا دخلنا لهذه القاعه. اول ملاحظه دارت الانتباه ديالنا، هذه قاعه الظروف ديالها غير مواتيه باش تدار فيها جلسه ديال تشكيلات مكتب مقاطعه سيدي اسماعيل. قلنا ما كاين باس، جينا جلسنا خدينا جهه اليمين، جلسنا الاخوه ديالنا على اساس قال لك راه الصف الثالث والرابع، الصف الثالث والرابع جلسوا فيه الصحافه. فعلا فرغناهم من الاخوه اللي تنعرفوا، غير حنا جالسين واحد الوقت هذوك الناس هجموا علينا، كانت السلطه باش تحمينا ما تدخلاتش بتاتا، تصدينا لهم. هذوك الاخوه اللي عرفنا اللي كانوا مستهدفين، حنا مسبقا عرفنا شكون هما الناس اللي غيتستهدفوا، حمينا هذوك الناس. من بعد ما قاموا بواحد المجموعه ديال الاساليب الاستفزازيه حاولنا باش نحميهم، فعلا تمكنا باش حميناهم. فاذا بالسلطه كيجي السيد الباشا تيقول لك هذا السيد راه الحياه ديالو خطر، راه حفاظا على سلامته. السلطه مشكوره، قالت لك خصها تقوم بواحد العمليه. شنو هي العمليه؟ هي بتدخل وقالت لك غادي تديه لمكان اخر اللي هو امن. تشدينا مع السيد الباشا، نقول لك تحط لنا ديالنا، تفرقنا مع ديالنا، هما شي جوج ولا ثلاثه ولا اربعه من العناصر ديال السلطه تيقول لك حفاظا على سلامته حفاظا على سلامته. قلنا لهم تنحملكم هذه المسؤوليه ديال السلامه ديالو. فعلا بداو دخلوه لهذا البيت، قيل حنا مدابزين استهدفوا عناصر اخرى عندنا بيحاولوا باش يختطفوهم، حاولنا باش حميناهم، مازلنا مشادين مع هذوك العناصر الاخرى. فاذا بنا كنتفاجئوا بان العنصر اللي دازت تحميه السلطه دخلوا عنده بالعناصر، بعض العناصر من الطرف الاخر في اتفاق تيطبخوا داك الشيء بيناتهم، داخل فيه مجموعه الاطراف. مازلنا كنتخاصموا وتنتشادوا مع هذا، فين كنتفاجئوا بان العنصر ديالنا هو تختطف تحت انظار ومسمع ديال السلطات تيجلس بين هذه العناصر الاخرى. وبالتالي اللي قام بهذه العمليه ديال الاحتجاز والاختطاف وتسهيل الاختطاف ديالو هي السلطه، وعلى راسها السيد الباشا. وحنا اللي تنحملوا المسؤوليه ديال هذا الشيء هو السيد الباشا لاختياره للقاعه ولهذه العمليه اللي قام بها ديال السطو. وشكرا.